السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل لكم روتين غسيل الغله على السطح. هنبدا بسم الله. هنحط الميه هنا حطينا الغله في الطشت كده، وهنحط الميه عليها تبوش وهنبدا نغسل فيها. دي روتين الخير والبركه. ان شاء الله بعد ما نغسلها ننشرها برضو على السطح، ونعملها طحين ونطحنها دقيق، ونعمل منها مخبوزات وعيش، وكل كل المعجنات هنعملها منه، وكل الخبز. هنبدأ بسم الله. نحط المية عليها بالشكل ده كده عشان تبوش. بالشكل ده كده. احنا حاطين كده الميه اهي بالشكل ده كده. هنبدأ نبوش فيها كده. العفش برضو اللي هيطلع فوق ده هنشيله بالشكل ده كده اهي. عندنا نغسل فيها لحد ما الطينه دي تطلع منها خالص. نبدا نشيل العفش اللي طلع على وش الميه دوت بالمصفى بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده اهو. ابتديت اخد الميه اللي هي في الطشت كده بالشكل ده كده عشان احط ميه غيرها. بالشكل ده كده. احط ميه تاني بقى وابدا اغسل فيها تاني. نحط عليها ميه تاني ونشطفها تاني بالشكل ده كده اهي. بقى هنشطفها ونشيلها في المصفى بالشكل ده كده بالشكل ده، ونحطها في التشطية دي، وبعد كده نعبيها في شكارة تصفي. بعد ما تصفي ننشرها على مفرش في الشمس بالشكل ده كده. كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يعجبكم روتين غسيل الغله. انا هكمل انا بقى عشان ما اطولش عليكم. هنشرها وافرشها بعد ما تصفي. كده الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.